شباب جامعيين، ضحك، قهوة، أحلام كبيرة. وبعد 3 أيام بس نفس الوجوه تتحول لعيون قاسية تستمتع بالإهانة والذل. عملوا تجربة سجن ستانفورد، جابوا طلاب عاديين تماما، لا مجرمين ولا مرضى. بالحظ بس، أنت حارس، أنت سجين، بدلة رسمية للحارس، رقم على صدر السجين، وباب حديد يتقفل في قبو الجامعة. في أول يوم لعب وتمثيل وسخرية من التجربة. اليوم الثاني الحراس بدأوا يصرخوا، يمنعوا النوم، يفرضوا أوامر مهينة. اليوم الثالث طلاب عاديين اخترعوا عقوبات نفسية قاسية، خلاهم ينظفوا الحمامات بأيديهم، يقفوا بالساعات، يسخروا من أجسامهم وكرامتهم. المفاجأة الأفظع، المساجين صدقوا الدور، بعضهم انهار بالبكاء وطلب يطلع لأنه ما عاد يتحمل السجن، ونسوا إنهم أصلا في تجربة مش في سجن حقيقي. كان المفروض تستمر أسبوعين، أو وقفوها بعد 6 أيام بس، لأن الوحوش اللي طلعت من جوا الشباب الطبيعي كانت مرعبة. السؤال اللي يوجع، كم وحش نائم جوا كل واحد فينا ومستني بس شوية سلطة وباب يتقفل؟ اكتب في الكومنت، لو حطوك هناك تتخيل نفسك هتطلع بأي وجه، حارس ولا سجين مكسور؟